السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده بإذن الله هتكلم عن موقف حصل لي من داخل امتحانات الثانوية العامة في مادة الكيمياء. ان شاء الله هعرفكم ازاي تتعاملوا مع المواقف اللي زي كده، وازاي اصلا دلوقتي تتدربوا على انكم ما تقعوش في المواقف اللي زي دي. طبعا يوم امتحان الكيمياء انا الحمد لله كنت عامل اللي عليا الى حد ما، كنت رايح مذاكر وما كنتش خايف من اي حاجة. وخلاص دخلنا اللجنة ووزعوا ورق الأسئلة. بتبقى الأسئلة 4 نماذج، ألف وب وج ودال، نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف. لو اللي حاطط الامتحان ومرتب الأسئلة يعني محترم، هيرتب لك الأسئلة من السهولة إلى الصعوبة. يعني هو بيبقى عارف إن أنت داخل الامتحان متوتر وقلقان والدنيا حاطة عليك، فبيبقى بيحاولوا على قد ما يقدروا إن هم يبدأوا بالأسئلة السهلة بحيث إن أنت تتخلص من التوتر اللي عندك ده، وبعد كده يبدأ يتدرج في الصعوبة. وهنا حدث ما لم يحمد عقباه، وإذ بالنموذج اللي كان معايا في أول 3 صفحات أصعب أسئلة في امتحان الكيمياء. أصلا الصفحة بيبقى فيها حوالي 3 أو 4 أسئلة، وزي أي بني آدم طبيعي بسم الله وداخل أحل الأسئلة. فبدأت بالسؤال الأول بقرأه كده، إيه السؤال ده؟ السؤال الصعب ده؟ فأوتوماتيك كده ليفل القلق والتوتر بدأ يزيد. خلاص قررت في الآخر إن أنا أسيبه وأدخل على السؤال اللي بعده. أدخل على السؤال التاني ألاقيه أصعب أصلا من السؤال الأولاني. في إيه يا جدعان؟ انتوا مالكم النهارده كده؟ فبرضه قلت اسيب السؤال التاني وادخل في السؤال التالت، وهكذا لحد ما الصفحة الأولى خلصت وما حلتش فيها ولا سؤال. دخلت على الصفحة التانية نفس الموضوع، داخل على الصفحة التالتة ما حلتش ولا سؤال. طبعا القلق وصل لذروته وبطني كركبت وخلاص ما عدتش شايف قدامي، وخلاص أنا شايل. وقمت أنا رايح رامي القلم من إيدي، وقعدت أدعي شوية وقرأت شوية قرآن، وقعدت اتكلم مع نفسي. هقول لك اللي انا قلته لنفسي بالظبط اكني قاعد قدام الورقه. قعدت اقول لنفسي اهدى اهدى، الامتحان صعب، مش سهل، وصعب على المدرسه كلها وعلى الجمهوريه كلها، مش عليك لوحدك. يعني لو في سؤال صعب مش انت الوحيد اللي هتكون مش عارف تحله. وخلاص الامتحان ده امر واقع، حل كل اللي تقدر عليه واللي ما انتش عارفه، وان شاء الله ربنا هيعوضك في الامتحانات الجايه. وخلاص يعني بدأت الحمد لله، مسكت القلم وبدأت بالثلاث صفحات اللي هم الصعبين اللي اصلا ما كنتش عارفهم، والحمد لله ربنا ألهمني. الامتحان كان وقته 3 ساعات، حليت الامتحان في ساعتين، وكان فاضل لي 3 أسئلة مش عارف حلهم خالص. قعدت أفكر فيهم وأعصر دماغي، والحمد لله حليت منهم سؤالين. واتفضل السؤال التالت. السؤال ده قعدت أجيبه يمين شمال، السؤال مش راضي يتحل تماما. فخلاص ظللت البابل شيت وحليت السؤال ده أي حاجة. وكان يعني المفاجأة الحمد لله إن السؤال ده هو الوحيد اللي أنا غلطان فيه، والحمد لله جبت 59 من 60. من الحكاية دي نستنتج إن أنت مهما كان مستواك، سواء كنت شاطر متوسط قصرت شوية أو ملتزم طول السنة، إن رقم واحد هو توفيق ربنا. يعني أنا موقف زي ده لو ما كانش ربنا وفقني وألهمني وأنزل على قلبي السكينة والهدوء، أنا كان زماني حرفيا شلت الكيمياء. أي واحد مكاني بيتوتر قوي وبيقلق قوي، يعني ما كانش هيعرف يحل الامتحان ده بأي طريقة من الطرق، وكان هيغلط فيه كتير. ولكن الحمد لله ربنا وفقني. ولازم انت تعرف ان توفيق ربنا يعني هو احسن من اي حاجة، احسن من مذاكرتك واجتهادك، هو رقم واحد فعلا في امتحانات اخر السنة. فما تقعدش بقى كل شوية تقول ده فلان ده شاطر قوي، ده دحيح، ده هيطلع الاول، ده هيدخل كلية طب، وانا يعني على قدي مش هدخل كلية طب، يعني انا اخري مش عارف كام في المية والكلام ده كله. يعني سابق لأوانه بكتير. انت دلوقتي في الفترة دي اجتهاد ثم اجتهاد ثم اجتهاد، النتيجة دي مش بتاعتك خالص. والنتيجة دي مش بس بيساهم فيها اجتهادك او شغلك وتعبك طول السنة، لا، زي ما بقولك ان توفيق ربنا هو اهم من اي حاجة. ياما ناس والله العظيم كانوا معايا وامتحان الكيمياء ده يعني خسف بنتيجتهم الارض بسبب امتحان واحد ربنا ما وفقهمش فيه، وهم كانوا اصلا لو جبت لهم الامتحان ده في ظروف احسن من كده هيحلوه ويقفلوه كمان. ولكن توفيق ربنا هو أهم من أي حاجة تتخيلها. يعني طيب إزاي في الفترة دي تتخلص من القلق والتوتر، وإزاي القلق والتوتر ما يتحكمش منك ويأثر على تفكيرك ويأثر على فهمك وحفظك وتذكرك للمعلومات؟ هقولك أنت دلوقتي قدامك فرصة كويسة جدا. أنت دلوقتي مثلا بدأت تحل امتحانات شاملة أو هتبدأ بعدين. لازم أي امتحان شامل تحله يكون بمثابة امتحان، ليك وقت معين وتحل الامتحان ده مهما كانت الظروف. مثلا قايم من النوم مزاجك وحش، لا في ظروف في البيت، لا الامتحان صعب قوي، ما تقومش من على الامتحان غير وانت يعني خلاص انا هحل الامتحان ده، يعني هحل الامتحان ده. وتحاول على قد ما تقدر ان انت تجيب اعلى درجة فيه، وكل ما تحل امتحانات اكتر
هتعرف تتحكم في نفسك اكتر، ولو كان الامتحان صعب ولا حاجه وانت قلقت واتوترت هتعرف تهدي نفسك. طب انت تهدي نفسك ازاي؟ هقول لك انت لازم يعني تحاول تشوف طريقه مناسبه ليك ان انت مثلا تهديك، تخلي مثلا القلق يخف شويه والتوتر يخف شويه. مثلا اشرب ميه، كل لبانه، كراميلا، اقرا مثلا قران، غمض عينك شويه، فكر دقيقه كده واتكلم مع نفسك شويه. كل الحاجات ديت انت بتجربها طول ما انت بتحل امتحانات شامله، تشوف لما انت تتوتر او تقلق او تخاف من اي حاجه ايه مثلا اللي ممكن يهديني في الفتره دي. انا دلوقتي في امتحان وعايزه يعني اجيب اعلى درجه ممكنه، فانت يعني حاول على قد ما تقدر تتدرب على النقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا، يعني ممكن اقول لك اهم من المذاكره بتاعتك. لان انت لو مذاكر والوهل اتوترت او قلقت او خفت نسيت كل حاجه. انا مش بخوفك، انا حبيت اقول لك بدري شويه قبل ما تبدا امتحانات شامله او حتى انت بدات، لازم تاخد بالك من النقطه دي كويس قوي. ولو حابب تعرف ازاي راجعت الكيمياء وقدرت اتغلب على العضويه ومشكله العضويه الجباره دي، هسيب لكم فيديو في شاشه النهايه، يا رب يعجبكم. ما تنسوناش بقى من اللايك الجميل واشتراكك، وشير بقى لزملاتك لعل واحد منهم يستفيد ويكون ده في ميزان حسناتك وحسناتي، ودمتم بخير.